سي الباجي، الحركة نداء تونس استثمرت أيضا نضالات الاتحاد العام التونسي للشغل. سيادة الرئيس، إن ما تنعم به بلادنا اليوم من رقي واستقرار بدليل استقطابها لبعض أو لعديد الوجوه النقابية. ما استثمرناش احنا. الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة قومية عتيدة، شاركت في معركة الاستقلال، وشاركت في تحرير البلاد، وشاركت في بناء دولة تونسية. لقد رسمتم يا سيادة الرئيس غاية قصوى للتنمية، ولهذا أنا شخصيا ما عنديش فرق لا ما بين جماعة الاتحاد ولا ما بين المواطنين الآخرين، هذوك مواطنين كيف غيرهم ومناضلين، وأنا نعرف الاتحاد يمكن أكثر من غيري. يعني فيما يخص إخواننا في الطبقة الشغيلة، يعني عملنا المستحيل عملناه، وفي الظروف هذه قبلنا زيادات في الأجور، وأمضينا مع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية في مخصص الزيادات، بالرغم من قصر يدنا في هالموضوع هذا ومن الضيق اللي احنا فيه نتاع الميزانية، والشيء اللي نخرجوه نجروه من العظم، وهذا وسوينا معنا. هذا ما هو حالات يعني اجتماعية اللي في الحقيقة كان ممكن يتسخاوا علينا ونخليهم من بعد، لكن فرضوا علينا وعملناه. لأن أول ما بديت في حياتي المهنية كنت محامي على الاتحاد، يعني من وقت فرحات حشاد رحمه الله، لكن ما تعاشرناش ياسر لأنه هو وقع اغتياله يوم 5 ديسمبر 52، وأنا كملت في الاتجاه هذا، كنت دائما قريب لهم، لأن حتى الحزب نتاعنا احنا راه عنده بعد اجتماعي لا شك فيه. واضح. سي الباجي سيد لطفي، ولهذا يجيو طبيعي عنا، ما يمشوش عند غيرنا، يجيو طبيعي عند نداء تونس، ما يمشوش خاطر اختياراتنا واختياراتهم ماشيين مع بعض. واضح.